الفترة الأخيرة معظم الأهداف اللي بتدخل في الأهلي أو حتى في منتخب مصر بتبقى يا من كور ثابتة يا إما من عرضيات، وده لسببين: غياب الحارس الوحيد في مصر اللي بيقدر يتعامل مع الكور الثابتة أو العرضيات، وهو محمد الشناوي بيقدر يطلع يتعامل معاها بمنتهى الهدوء. وطبعا ده لا يقلل من شوبير في أي شيء، ولكن لازم يشتغل على ده الفترة اللي جاية. والسبب التاني وده اللي جاي اتكلم معاكم فيه، وهو سوء تمركز قلبين الدفاع سواء عبد المنعم او رامي ربيعه. في كل الكور تقريبا واقفين مش مركزين، متمركزين غلط. تعالوا نبدا بجول مازيمبي الاخير اللي جه في الاهلي. شوف معايا كده، والعرضيه بتتلعب عبد المنعم واقف ماسك كوكا حرفيا، ورامي ربيعه ماسك اكرم توفيق، والاثنين مهاجمين لوحدهم خالص. طب بعد العرضيه ما اتلعبت، طبعا عبد المنعم خلاص بره اللعبه تماما. رامي ربيعه بقى افتكر نفسه وبيحاول يرجع يمسك المهاجم، بس كان خلاص الوقت فات. ومحمد هاني الحقيقه الوحيد اللي واقف صح في اللعبه دي، ان هو ماسك الجناح بتاعه وراجع معاه واقف معاه صح. بس المهاجم هنا لوحده خالص، لان الاثنين مدافعين بتوعك بقوا بره اللعبه، وقدر يطلع ويحط الكوره بمنتهى السهوله واليسر. مفيش اسهل من كده. طب نرجع ورا شويه كده لجون الزمالك. جون الزمالك الاول بتلعب من الزناري طويل، يطلع عبد المنعم ما يعرفش يوصل للكوره، فالكوره تروح لسيف الدين الجزيري اللي بيقلبها تروح للاعب الزمالك الثاني يحطها، فشوبير يتالق فترجع للزمالك ثاني، بسبب برضه التمركز الغلط للمدافعين بتوع الاهلي. رغم ان في 7 أو 8 لاعبين واقفين من الاهلي جوه منطقه الجزاء، ولكن متمركزين غلط. وده دور القائد، مفروض رامي ربيعه اللي عنده خبرات كتير ازاي يمركز اللعيبه صح في قلب منطقه الجزاء في الكور الثابته. فترجع تاني لعيب الزمالك، وبرده هنا رامي ربيعه اللي المفروض المان بتاعه سيف الجزيري. شوف سيف الجزيري، رغم ان الكره وصلت له اول مره والحمد لله ما عرفش يحطها، ولا اللعيب التاني عرف يحطها، ومصطفى شوبير تالق، فرامي ربيعه المفروض ياخد باله هنا ويمسكه، يعني يروح بقى للمان بتاعه اللي هو ماسكه طول الماتش اللي هو سيف الدين الجزيري. لا، برضه سابه لحد ما الكره رجعت له تاني وهو لوحده خالص وقدر يسجل هدف. طب نرجع ورا شويه اكتر. ايوه، في ماتش انبي الجول الثاني بتاع انبي اللي كان من كورنر، شوف برضه هنا المهاجم متساب لوحده خالص. عيب يا رامي لما يبقى مهاجم لسه عنده 18 سنه يضحك عليك في كوره زي دي، يضحك عليك ويخليك انت واكرم تمسكوا لعيب واحد وهو يطلع لوحده خالص تماما، يحط الكوره وهو مرتاح ويسجل هدف لانبي في الدقيقه زائد 90 ويخسر الاهلي نقطتين مهمين في الدوري. طبعا كوره ما تطلعش من مدافع كبير ومفروض ان هو خبره دوليه زي رامي ربيعه، الراجل طالع براحته خالص، شغله برده. رامي مش مركز، سرحان. دفاع الاهلي تمركزه غلط تماما في الكور الثابته وفي العرضيات. وفي اهداف كتير جدا، بس انا اكتفيت بالثلاث حالات دول. وفي اهداف كتير سواء في ماتش البنك الاهلي او قبله او حتى مع منتخب مصر بين رامي ربيعه وعبد المنعم، الثنائيه اللي بالنسبه لي كارثيه لحد دلوقتي في الكور العرضيه والكور الثابته. اتمنى انه يبدا يشتغل على النواقص والحاجات ديت الفتره اللي جايه، وبالذات الكور الثابته، خصوصا داخلين على الترجي وفرق شمال افريقيا بتعرف تلعب الكور دي بشكل مميز جدا. وبس كده، سلام.